وربك ما بينساهمش، ما بينساش الغلابه، ورزقنا على الله. كل سنه وانت طيب يا عم. أعزائي مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. أنا بتشكر جدا جدا لكل واحد عمل مشاركة وكل واحد دعم الفيديو، لأن انتوا بعد ربنا ثم انتوا وصلت للبسمة للناس الغلابة واستجابة سريعة منكم، لأن كنتوا بتعملوا مشاركة. ويا ريت الناس تعمل متابعة للصفحة عشان نقدر نوصل الصفحة ل1,000,000 متابع، عشان نقدر نساعد الناس الغلابة في شهر رمضان. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم يا رب. وشكرا شكرا شكرا للي عمل مشاركة ودعم الفيديو. ونبدأ في الحلقة 7 وداخلين على شخصية من الشخصيات الجميلة، الناس الكبيرة اللي لها تاريخ، اللي لها حكاية، هنتكلم معها ونضحك معاها ونهزر ويقول لنا كلمة حلوة. ازيك يا عم الحاج، عامل ايه؟ مرحبا يا حبيبي، كل سنه وانت طيب. اخبارك والدنيا؟ والله الحمد لله كويس. رمضان كريم عليك يا عم الحاج. ربنا اكرم من الكل، الحمد لله. ايه رايك في رمضان السنه دي يا عم الحاج؟ عسل والله، رضا و100% وتمام التمام. تحب تقول ايه في رمضان للناس؟ اقول كل سنه وانتم طيبين، اجعل رمضان هاني علينا احنا وحبايبنا وجيراننا وكل المستحبين. ايه رايك في غلا الاسعار اليومين دول؟ الاسعار حلوه، مش في غلا ولا حاجه، اسعار حلوه وجميله والخير كتير والحمد لله، ونحمد ربنا على كل اللي ماشي في الدنيا. بس في ناس بتعاني من الغلا يا عم الحاج. والله صلى على النبي، الغلا مش في غلا، الدنيا بخير وحلوه، مش في غلا ولا حاجه، اسعار حلوه وجميله، مش في حاجه. طب بالنسبه تحب تقول ايه للناس الغلابه في شهر رمضان؟ والله الغلابه ربنا كبير، واولاد الناس الطيبه كتير، وربنا يسر الامور علينا وعليهم، وربك ما بينساهمش، ما بينساش الغلابه، ورزقنا على الله حد، ورزقنا على الله حد. طب في فرق بين رمضان زمان ورمضان دلوقتي؟ كل ايام رمضان حلو، يعني ما فيش فرق. اني صايم في بقونه، شوف بقونه، واني عندي حوالي 8 سنين 9 سنين، وكنا بنجمع قطن وكنا بنقطش في الارض شراجي وصايمين. هو رمضان زمان هو النهارده، وايام حلوه وجميله وبخير علينا وعلى امه لا اله الا الله. عامة كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك. ربنا اكرم من الكل. ونشوفك 1,000,000 سنة قدام ونيجي نصور معاك تاني كل سنة. ربنا يبارك فيك يا عم الحي دايما يبقى بقول لك كل سنة وانت طيب. انت تاريخ كويس في قرية ال60 محافظة الشرقية مركز الحسنية، وحبيت انا اصور معاك فيديو. يا عم محمد، ايام حلوه وسنه حلوه علينا وعلى حبايبنا وعلى جيراننا وعلى كل المسلمين. ازمه وهتعدي يا عم محمد، كان في غلا في اي حاجه يعني على الكل، وبعدين خير ربنا كتير، ما نقدرش نقول في حاجه، خير ربنا كتير وربنا يوسع على كل المسلمين، ونحمد ربنا والحمد لله. كل سنة وانت يا عم الحاج ورمضان كريم عليك انت واسرتك جميعا. احنا وانت يا رب العالمين. واحنا في قرية ال60 وهنشوف نموذج اشتغل باليومية طول عمره، ما ارتاحش يوم في حياته، اتبهدل حالته المادية، يعني الله يكون في عونه. راجل وصل داخل على السن ال60 وبيشتغل باليومية. ونلتقي مع السلام عليكم ورمضان كريم عليكم. كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا فندم. اسم حضرتك ايه؟ محمد عبد الرحمن خليفة علي من قرية ال60. ازيك يا عم الحاج؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا عم. ازيك؟ وكل سنة وانت طيب يا عم محمد. ازيك؟ انت عندك كم سنة يا عم الحاج؟ انت عندك كم سنة؟ 60. طيب عم الحاج نموذج قوي اللي انا اتكلمت عليه في اول المقطع. انت يا عم الحاج فضلت طول عمرك شغال باليوميه طبعا. ازيك يا عم الحاج؟ كل سنه وانت طيب. رمضان طيب.
رمضان كريم عليك، كل سنه طيب. كل سنه طيب يا عم الحاج. انت عندك كم سنه؟ انا عندي 50. 50 سنه؟ اه. طب احكي لنا عن عمي الحاج. عمك الحاج راجل غلبان ماشي، ها، ومش بيقدر يشتغل، وراجل كبير في السن. وراجل كبير في السن يا عم الحاج. طب هو فعلا طول عمره كده في الجبل وفي المزارع؟ ايوه في الجبل على طول. وطب يعني ما عندوش تكافل وكرامه ولا عنده؟ لا والله. ولا راح مثلا عمل اي حاجه في قطاع حكومي؟ لا. يعني هو لحد دلوقتي شغال باليوميه؟ شغال باليوميه. ومفيش حد راح لحد ولا كده؟ لا راجل غلبان. طب يا محمد احكي لنا عن ابوك شويه كده معلش. الحاج عنده اعتبر حركة 65 سنة، عملنا له ورق عشان يقبض تكافل وكرامة، وقاعد الحاج قاعد كل ما يعمل ورق يقول لك يا عم لا مش يرضى الورق يمشي، ويقول لك يا عم ورقك هيمشي، وكذا مرة يروح ويجي ويقول لك القاه يقبض السنة الجاية اللي بعديها، والفيزا يقول لك جاي لك بكرة بعد، ويضحكوا علينا ومش بيلاقي أي حاجة، وراجل عنده بقى 60 سنة. بقى 60 سنة. تمام. هو طول عمره في الجبل، واحنا اعتبر اللي رايح واللي جاي، واعتبر الفاس هو زي ما انت شايف، وانت شايف الاوضه اللي هو قاعد فيها، وطول عمرنا شغالين في الجبل يعني. اما الحاج ممكن تنزل لك بس عشان الناس. ايوه واقف كده، ايوه خلينا ننزل لك عشان الناس تشوف الجبل. زي كده بقى يعني، بقى نعتبر بقى الحاج شغال بالفاس زي ما انت شايف، وشايف المنظر قدامك وشايف الاوضه. والحاج يعني احنا بنتكلم يعني لو في 300 جنيه 400 جنيه مصاريف وخلاص على كده احنا بنطلع. يعني هو ما عندوش تكافل وكرامه ولا عنده اي حاجه من دي خالص؟ لا مش عنده اي حاجه خالص يعني. طب هو ما فكرش يروح مثلا لاي حد؟ هو فكر بس بيعمل الورق ومش بيمشي الورق، يقول لك الورق هو لما يعدي 60 سنه ولا 65 بعد كده يفكر يديله معاشاته. يعني انت ما فكرتش تروح التامين الصحي اللي بتاع اللي هو رحنا الشؤون ورحنا بتاع قال لك معفن، وبقى احنا معفن رحنا الحسينيه ومش في اي حاجه. طب هو ما عندوش راس مال؟ عنده 3 عيال خالص. يعني ما عندوش حيازه ولا اي حاجه؟ مش في اي حاجه مكتوبه اسمه خالص. مش في اي حاجه مكتوبه اسمه خالص. عامة هو يستاهل فعلا تكافل وكرامة، وإن شاء الله أي حد من مستمعينا يشوف الفيديو يعمل عليه مشاركة عشان خاطر يوصل للناس عشان خاطر الناس تدعمهم، وتقدر نقف ونقدر نرجع البسمة ونريح الناس في شهر رمضان. أهل الخير كتير في شهر رمضان، وإن شاء الله هنقدر نتكلم وهنقدر يعني نعمل له حاجة في شهر رمضان بإذن الله. هنقدر نعمل له حاجة كويسة في شهر رمضان. أما الحاج أنت كويس؟ أنت كويس؟ الحمد لله. أيوه. على قدك يعني. أنت هو عيان صحيح؟ عيان؟ ايوه. عامة كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم، وإن شاء الله تحقق أمنياتك اللي أنت عايزها يا عم الحاج، ونقدر نسعدك ونقدر نقف جنبك ونقدر نعمل لك حاجة كويسة إن شاء الله في شهر رمضان الكريم. أهل الخير كتير في رمضان. وشكرا لك يا عم الحاج، اللي احنا شفنا نموذج زيك اشتغل طول عمره باليوميه واشتغل بالفاس طول عمره، لحد من ساعه ما اتولد لحد دلوقتي شغال بالفاس. الله يعطيك العافيه يا عم الحاج.